وهذا المنتخب كنتظر منه بزاف في هذا كأس العالم لأقل من 17 سنة. اولا لانهم ابطال العالم وفازوا باخر نسخة ديال كأس افريقيا اللي تنظمات في المغرب. تخيل معايا في هذيك البطولة ما خسروا حتى مباراة، ما عاد المباراة الثانية في دور المجموعات امام زامبيا اللي تعادلوا فيها بتعادل سلبي 0-0. وما تنسوش على ان هذا المنتخب فيه لعابة في المستوى الكبير بحال عبد الله وزان اللي كان قريب من الانضمام من نادي ريال مدريد واللي حاليا كيلعب مع نادي اياكس امستردام الهولندي، ولا الموهبه الياس بالمختار لاعب نادي موناكو الفرنسي. عقلتوا على هاد الجوج في كاس افريقيا بصراحه كانوا كيشكلوا ثنائيه رهيبه. المجموعه ديالنا في المونديال ما غتكونش مجموعه سهله. عندنا اليابان اللي في اخر مواجهه ضدهم في شهر 6 اللي فات خسرنا بنتيجه 2-0، وعندنا البرتغال وكاليدونيا الجديده. ان شاء الله المنتخب غادي يدخل غمار هذه البطوله هذه هو في حاله جيده. في اخر 4 مباريات من بعد التتويج بكاس افريقيا ربحنا في 3 المباريات وخسرنا مباراة وحيدة اللي كانت هي بالفعل مباراة اليابان. نتمنوا لهاد الوليدات كل التوفيق وعلاش لا يكرروا نفس الانجاز ديال المنتخب لاقل من 20 سنة.